زي ما اتكلمنا ان الاستحواذ اهم اسلحه الاهلي للفوز على ريال مدريد، فلو الاهلي لعب على الاستحواذ هيقرب خطوه كمان من المكسب. كمان اخر فريق استغل معركه الاستحواذ قدام ريال مدريد وكسب فعلا الماتش هو برشلونه، ولكن ريال مدريد حتى لو لعب باستحواذ وهو اللي معاه الكوره مش دايما بيكسب. احيانا ريال مدريد بيلعب على الاستحواذ وبيضمن معركه الاستحواذ في الملعب، ولكن يا بيتعادل يا بيخسر، ولو كسب ما بيكونش فرق كبير زي ما احنا عارفين. فانا عارف انك هتيجي تقول لي وانت بتقارن الاهلي ببرشلونه، فخليني اقول لك ايوه بقارن الاهلي ببرشلونه لان طريقته واسلوب اللعب تقريبا بيشبهوا بعض بشكل كبير، بالعكس ان مدرب الاهلي كولر اكبر من مدرب برشلونه بخبراته بالسي في بتاعه وبطولاته، وكوره وحوافز الاهلي ودوافع لعيبته اكبر سواء من برشلونه او ريال مدريد. انما المقارنه الحقيقيه اللي نقدر نتكلم عليها هي القيمه التسويقيه للاعبي ريال مدريد وفارق الخبرات وفارق السرعات كمان